مدرسة الإعدادي بتاخد البنات الحمام وبتعمل فيهم حاجة بشعة. كنت في مرة واحنا وصحابي داخلين التويلت، لقينا في الوقت ده مدرسة العربي خارجة من التويلت وفي ايديها بنت، ودي طبعا معانا في الفصل. بس كان شكل البنت في الوقت ده كان شكلها غريب جدا، لدرجة ان كان وشها حزين ومهموم، لدرجة ان انا وصحابي شكينا في الامر. صاحبتي بصت لي كده وقالت لي: هو انتي خدت بالك؟ قلت لها: ايوه انا خدت بالي، بس بجد مستغربة، شكلها حزين قوي وكأنها مغلوبة على أمرها، وكأن في حاجة بشعة جدا بتحصل معاها، ولا كأنها خارجة مع عفريت. قامت قالت لي: طب هو في ايه؟ تيجي نسألها؟ قلت لها: طيب بعد الحصة لما تخلص هنسألها ونعرف منها هي كان مالها وليه داخلة أساسا الحمام مع مدرسة العربي. وفي نفس الوقت المدرسة دي المفروض ان ليهم الحمامات بتاعتهم، ليه تدخل الحمام بتاعنا احنا بالشكل ده؟ فالمهم انا وصحابي شكينا جدا، لدرجة ان احنا كنا حاسين في حاجة غلط. بعد ما الحصة خلصت والدنيا كلها كانت تمام، رحت انا وصاحبتي قربنا من البنت اللي كانت خارجة وشكلها حزين، وقلت لها: هو انت كنت بتعملي ايه مع مدرسة العربي في الحمام؟ وليه كنت خارجة شكلك حزين قوي بالشكل ده؟ قالت لي: لا لا مفيش، انا كنت في الحمام وهي دخلت التويلت، يعني انا مفيش حاجة، مش داخلين مع بعض اساسا. متأكدة من الكلام ده؟ طب انتي متضايقة؟ اصل شكلك كان حزين. قالت لي: لا لا انا مش حزينة ولا حاجة، بالعكس انا كويسة جدا. يا بنتي في حاجة كده ولا كده؟ لا 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 مفيش اي حاجة خالص، انتي ليه مكبرة الموضوع اوي كده؟ طيب تمام، وسكت. بس احنا كنا برضه شاكين. المهم عدينا، وجي تاني يوم حاجة قالت لي في الوقت ده: ما تيجي كده نروح عند الحمام ونشوف هل هتخرج معاها من نفس الحمام ولا هتعمل ايه، وهل ممكن يتكرر اللي حصل امبارح ولا لا. رحت انا وصاحبتي فعلا قدام الحمام، وكنا واقفين في نفس الوقت اللي كانت خارجة فيه مدرسة العربي مع البنت دي، وفضلنا واقفين كده لحد لما اتصدمنا لما لقينا بالفعل خرجت وفي ايديها البنت. وطبعا كان شكل البنت نفس الحزن ونفس كل حاجة هي فيها. بصينا لبعض كده واحنا في الوقت ده متأكدين ان في حاجة بشعة جدا بتحصل جوه الحمام. ايه هي؟ ما كناش عارفين. فضلنا نحاول نعرف من البنت، كانت مش عايزة تتكلم نهائي ولا عايزة تقول لنا أي حاجة، وحتى كانت ما بتردش على أسئلتنا ولا كانت بترد على أي حاجة خالص. المهم سكتنا، بس فضلنا أسبوع بنراقبهم، وكانوا في الأسبوع ده كان بيتكرر الموضوع ده، مثلا كل يوم ويوم، ساعات كل يوم. بس المهم إن الموضوع ده فضل يتكرر لحد لما قررنا إن احنا نحاول نعرف الحقيقة. البنت مش عايزة تقول لنا حاجة، طب خلاص نعرفها بمعرفتنا. انا اساسا معروف عني اني انا ذكية جدا وان دماغي سابقة سني، ومحدش خالص بيصدق اني انا صغيرة، لان دايما تفكيري تفكير ناس كبار وناس ناضجة جدا، وغير اللي في سني نهائي، سابقة سني بمراحل كبيرة جدا. المهم قررت ان انا اجيب كاميرا صغيرة احطها في الوقت ده في التويلت، ونعرف من خلال الكاميرا دي ايه اللي بيحصل جوه التويلت. وفعلا جبت الكاميرا ودخلت انا وصاحبتي في اليوم ده، حطينا الكاميرا دي وكانت كاميرا صغيرة كده، وقمنا حطيناها
وطبعا خرجنا وكنا عايزين نعرف ايه اللي هيحصل، لحد لما كنا مراقبينهم لما لقيناهم دخلوا فعلا على التويلت مع بعض. كانت دايما تقول لا ده انا ببقى في الحمام وهي تيجي تدخل، بس طلعت واكتشفت ان هما بيدخلوا هما الاتنين مع بعض التويلت. المهم فضلنا واقفين على اعصابنا وما كناش عايزين حد يشوفنا نهائي، وفعلا ما خليناش اي حد خالص يشوفنا لحد لما خرجوا من الحمام بعد فترة. وفعلا دخلت انا وصاحبتي، خدت الكاميرا دي علشان محدش يشوفها ويحصل لنا مشكلة كبيرة انا وزميلتي، وقعدنا نشوف ايه اللي ممكن يكون بيحصل وايه هي اللي مدرسة العربي ده بتعمله في البنوتة دي. المهم كان في الوقت ده علينا حصة، قلنا انا وصاحبتي نخلص الحصة بتاعتنا وبعد كده نبقى نشوف ايه اللي بيحصل. وفعلا خلصت الحصة وكلهم خرجوا، كان وقت الفسحة في الوقت ده وكلهم خرجوا من الفصل وانا وصاحبتي فضلنا قاعدين في الفصل. فتحنا الفيديو، كانت صدمة عمرنا لما لقينا مدرسة العربي دي بتجبر البنت انها تعمل افعال سيئة وافعال وحشة جدا وزي حاجات حقيقي ما تنفعش، وكانت مدرسة بجد بلا أخلاق. وكانت البنت بتعمل كده وهي بتعيط وفي كل مرة تترجاها وتقول لها أرجوكي بلاش إن انتي تطلبي مني كده. شفت كده اتجننت، لأني أنا أبويا طول عمره عودني إني أنا لازم أكون قوية وإني أدافع عن حقي. المهم كنت عمالة أفكر أنا هعمل إيه لحد لما جت دخلت البنت الفصل، وساعتها قربنا منها أنا وزميلتي وقلنا لها انتي لازم تقولنا انتي ليه بتعملي كده. بعمل ايه؟ انا ما بعملش حاجة، ما تكدبيش علينا، احنا خلاص عرفنا كل حاجة وعرفنا كل اللي كانت بتعمله فيك المدرسة دي جوه الحمام، فانتي ليه بتكدبي وليه مش عايزة تقولي وليه تسكتي اصلا على حقك؟ اصلي كنت خايفة وهي هددتني انها هتسقطني في المادة بتاعتي، وانا ابويا متوفي وانا مش حمل دروس ومش حمل ان انا اخد مجاميع علشان خاطر ان انا مستواي يبقى احسن في المادة دي، وكنت كل شوية اجيب فيها ملاحق لدرجة ان خلاص امي قالت لي لو جبتي ملاحق المرة دي كمان انا هقعدك من المدرسة. فهي قالت لي طب بقولك ايه بقى، عايزة تنجحي يبقى تسمعي كلامي من ناحية كل حاجة، وبقت تخليني ان انا اعمل كده وبقت تجبرني. المهم انا سمعت الكلام ده اتعفرت واتجننت، وساعتها قلت انا وزميلتي ان احنا لازم ما نسكتش على حقنا ولازم نجيب حق البنت دي. ومش بس يا عيني البنت دي ضحية ليها، اكتشفنا ان في بنات كتير يا عيني كانوا ضحايا ليها بالشكل ده. وفعلا خدنا التسجيل اللي احنا سجلناه ده، الكاميرا والكلام ده كله والفيديو اللي كان معانا، وقمنا نزلنا بيه على المديرة، وبالفعل المدرسة دي خدت عقوبتها. واللي عايزة اقوله اني مفروض ان لما حد يحاول ان هو يجي علينا ما ينفعش ان احنا نسكت، وكان بايدينا ان احنا نوقف كل حاجة من البداية. دي القصة اللي كانت عايزة توصلها لنا البنوتة اللي بعتتلي القصة دي. واكتر حاجة عجبتني في البنت دي انها قوية، عجبني قوي قوتها وان هي واثقة في نفسها وعارفة هي ممكن تعمل ايه وعارفة انها ممكن تتصرف صح ودماغها حلوة. دي اكتر حاجة عجبتني، ان هي يعتبر انقذت صاحبتها، انقذتها من حاجة كانت هتقع فيها، ويا عالم كان ممكن يحصل ايه اكتر، وكان ممكن الطلبات دي كانت ممكن توصل لايه، وكان ممكن الدنيا دي معاها في الاخر هتكون نهايتها ايه. فكانت ممكن البنت دي كانت تقع في حاجة كبيرة جدا، ولولا ان هي حاولت تعرف الحكاية وعرفت انها تساعدها
كان زمان البنت دي ممكن تكون خسرت أغلى ما عندها. وعلشان كده ليه إحنا نستنى على حد بيحاول يبتزنا أو بيحاول يظلمنا أو بيحاول إن هو يخوفنا وإحنا نسكت؟ ليه إحنا نستنى إن هو يتمادى معانا لدرجة إن إحنا نبقى خايفين، لدرجة إن إحنا مش قادرين نتكلم؟ طب ليه إحنا نبقى خايفين أصلا؟ ليه نخاف من حاجة واحنا اساسا معانا ربنا؟ ليه نسكت على ظلمنا ونسكت على الناس اللي بتحاول تهنا واللي بيحاولوا يظلمونا واللي بيحاولوا يخوفونا واللي بيحاولوا يعملوا معانا حاجات بشعة جدا؟ ليه نخاف؟ كتير من الناس ضيعوا حقوقهم لمجرد انهم خايفين. كتير للأسف حياتهم اتدمرت لمجرد انهم خايفين. الخوف ده ابشع حاجة في الدنيا. انك تخافي هتلاقي نفسك بتضيعي نفسك وبتضيعي حياتك وبتضيعي كل حاجة انت بتمتلكيها، لانك بالتالي انت خايفة لمجرد اني بشر بيخوفوكي. في الاول وفي الاخر دول بشر. خوفنا لازم يكون من أهالينا، الأم، الأب، وربنا بس. لكن إن احنا نخاف من بشر ملهمش أي حاجة عندنا، يبقى ليه نخاف منهم؟ وليه أساسا نسكت ونسكت ونسكت لحد لما الموضوع يكبر؟ وليه نستنى إن الموضوع يوصل لحاجات بشعة جدا؟ ما احنا بإيدينا إن كل حد يدافع عن نفسه. لو كل واحدة قدرت تدافع عن نفسها وقفت وقفة ب100 راجل وشودت اللي قدامها كده إنها قوية، صدقوني محدش هيعرف يقرب للبنت دي مرة تانية، لأنهم عرفوا خلاص البنت دي قوية والبنت دي ممكن تعمل لهم مشاكل لو قربوا منها. فمحدش بيقرب تماما من البنت القوية، بيروحوا يستغلوا البنات الضعيفة اللي مش قادرين يدافعوا عن نفسهم، رغم ان هما بايديهم يدافعوا عن نفسهم، لكن خوفهم اللي بيسيطر عليهم. بيخافوا ان هما اهلهم ما يصدقهمش، بيخافوا ان مثلا تحصل مشكلة، بيحسبوها كتير جدا لدرجة ان الخوف بس اللي بيسيطر على عقلهم وما بيفكروش في اي حاجة خالص، والنتيجة بتكون غير مرضية. وياريت الاهالي تاخد بالها من عيالها، وخصوصا انهم لما يدخلوا في سن المراهقة. السن ده بيكون فيه الولد والبنت محتاجين فيهم اهلهم جنبهم، محتاجين ان هم يحسوا بامان اهلهم، محتاجين اهلهم يبقوا مصاحبينهم، علشان لو حصلت مشكلة زي دي يجروا على امهم او ابوهم يقولوا لهم الحقني يا بابا او الحقيني يا ماما، انا المدرسة بتاعتي طلبت كذا كذا، انا المدرس بتاعي عمل لي كذا كذا. لكن طول ما انتوا زارعين الخوف اتجاه اطفالكم وزارعين الخوف في قلوبهم منكم، لا يمكن هيجوا يحكوا لكم على اي حاجة. بالعكس، كل ما يبقى الكلام على لسانهم كل ما يحاولوا يجوا يقولوا لكم هيرجعوا لورا من خوفهم منكم. طب ليه؟ بإيديكم تصاحبوا عيالكم لدرجة ان انتوا تكونوا اعز صحاب ليهم، لدرجة ان لو حد بصلهم بصة بس هيجوا يقولوا لكم على طول الحقي يا ماما، ده انا زميلي بصلي، ده انا اتعكست النهاردة في الشارع. أتفه الحاجات ممكن عيالكم يجوا يقولوا لكم عليها لو انتوا اعتبرتوا أولادكم مش بس أولادكم، اعتبرتوهم أصحابكم وقربتوا منهم، وتبقى ردود أفعالكم فيها حكمة، مش ضرب وإهانة وشتايم وحاجات قاسية تخليهم يبعدوا عنكم. بالحكمة بالعقل نقدر ان احنا نتصرف، ونقدر ان احنا نفهم أولادنا ايه الصح وايه الغلط، وربنا يسترها على أولادنا جميعا. ودي كانت وجهة نظري أنا، ولو حد عنده أي وجهة نظر تانية يسيبها في الكومنتات، ولو حد عنده أي مشكلة يبعتها لي على رسائل الصفحة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.